اهلا بيكم. اخبار الاهلي لحظه بلحظه معانا النهارده، وتعالى اما نقول لكم الفيديو الصباحي بتاعنا واخر اخبار النادي الاهلي. امام عاشور تلقى عرض رسمي من الاخدود السعودي بالفعل، لكن الاهلي متمسك بالابقاء عليه ولا نيه للتفريط في امام عاشور كونه من العناصر الاساسيه بالفريق. استقر النادي الاهلي على تمديد عقد اللاعب امام عاشور حتى عام 2029 مع ادراجه ضمن فئه السوبر ستارز، تقديرا لادائه المميز ودوره البارز مع الفريق. عقد إمام عاشور هيكون 25 مليون جنيه زائد 15 مليون إعلانات سنويا، والعقد ممتد ل 2029. الأهلي كمان هيمدد عقد أوليو ديانج موسم إضافي مع وضعه في قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر حصولا على راتب سنوي في النادي الأهلي. أحمد مصطفى سيد زيزو كلف محاميه بتقديم بلاغات ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بالإساءة له مؤخرا. الأهلي كمان توصل لاتفاق لبيع أحمد عبد القادر بشكل نهائي لنادي الحزم السعودي وبموافقة اللاعب. المفاوضات وصلت للمراحل الأخيرة، وفي انتظار عودة رئيس نادي الحزم للسعودية لإتمام التعاقد. إمام عاشور جاهز للسفر مع الفريق لتونس للمشاركة في معسكر الأهلي الخارجي. أخطر النادي الأهلي وسام ووكيله بأن العروض اللي تلقاها النادي للرحيل لم ترتقي للمطالب المالية التي يطمح إليها الأهلي والحصول عليها نظير بيع اللاعب. اللاعب الوحيد اللي يغيب عن معسكر الأهلي في تونس هو مروان عطية، وده بسبب إجراء عملية الفتاء. حسين الشحات بيمتلك عدة عروض من بينها السويحلي الليبي، وده الأبرز حاليا، ولا تزال المفاوضات مع الفرق لم تصل للمراحل النهائية، واللاعب في انتظار رد الأهلي. جلسة بين كريم الدبيس ومسؤولي الأهلي لحسم الموقف النهائي، واللي خلاص اتحسم وراح سيراميكا كليوباترا. علي معلول بيفضل حاليا بين عدد من العروض المقدمة من أندية الخليج وتونس، وذلك بعد أن أنهى ملف مستحقاته المالية بالكامل مع النادي الأهلي. عمرو السولية خلاص انتقل لسيراميكا كليوباترا، وحمزة عبد الكريم وبلال عطية وصل لهم عرض معايشة من بايرن ميونخ وشتوتجارت الألماني، وتمت الموافقة عليهم من النادي الأهلي. وهيتم تحديد بعد ذلك فترة المعايشة ووقوفهم من الدخول في مفاوضات رسمية لضم الثنائي نهائيا خلال الفترة القادمة. الأهلي كمان اتفق على خوض مباراة ودية أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 25 يوليو الجاري خلال معسكر الفريق بدولة تونس، طبعا بعد ما اعتذر فريق الترجي التونسي عن خوض المباراة الودية. وبيعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماع هام يوم الاثنين اللي هو النهاردة لمناقشة عدد موضوعات مهمة، في مقدمتها اعتماد ميزانية العام المنتهي في 30 يونيو 2025، واللي وصلت لسبعة مليارات و500 مليون جنيه تقريبا، فيما سيقوم مجلس الإدارة بزيارة شركة القلعة الحمراء يوم الثلاث المقبل. أبو ظبي خلاص اقتربت من استضافة بطولة السوبر المصري في شهر أكتوبر أو نوفمبر. رسميا الأهلي بيختار استاد القاهرة ملعبه الرئيسي، واستاد السلام الملعب البديل في مباريات الدوري. الملعب البديل ده تحسبا لأي ظرف طارئ تتعلق بالصيانة وعدم جاهزية استاد القاهرة. أخبارنا معاكم زي ما انتم شايفين حصرية، وأخبار أول بأول دايما ما بنتأخرش عنه. طيب، عايزين نقول لكم خبر مهم جدا. زين الدين بالعيد يعلن رسميا عبر الصحافة البلجيكية توقيعه مع الأهلي لمدة 4 مواسم. المدافع الجزائري هيوصل القاهرة الأسبوع المقبل على أن يرحل أشرف داري إلى الريان القطري. محمد الإدريبي رئيس البنك الأهلي، يعني مش عايزين نتكلم عليه كتير. تمام، مش عايزين نتكلم عليه كتير. وعندنا خبر ايه تاني؟ محمد عبد المنعم بدأ في التأهيل بتاعه عشان يرجع تاني للملاعب، وإن شاء الله يرجع أحسن من الأول بإذن الله. وربنا يكرمك يا محمد يا عبد المنعم. الأهلي سدد 10 مليون جنيه للوكر القطري مقابل استعارة حمدي فتحي شهر. خوسيه ريبيرو خلاص وصل للقاهرة، احنا قلنا ان هو عشان فترة الإعداد، وخالد عبد الفتاح قلنا ان هو مش نهائي، والدي بيس راح سيراميكا. والأهلي أغلق ملف ديانج واتجه لتمديد لعقد اللاعب. وعندنا ايه تاني؟ محمد يوسف برضو النهاردة هيبدأ في تعديل وتمديد عقود 6 لاعبين للفريق. والأهلي أعلن زي ما احنا شفنا كلنا على الصفحة عرض الوصل الإماراتي. الاجتماع اللي كلمتكم فيه ان الميزانيه بتاع الاهلي ممكن توصل لحوالي 8 مليار جنيه. فالنهارده برضو اول ظهور للتتش النهارده لزيزو النهارده في التتش هو محمد علي بن رمضان ومحمد شكري، والصفقات الجديده ان شاء الله. فاستنونا بالليل عشان اقول لكم بعض الاخبار اللي هتكون متميزه ان شاء الله. وسلام عليكم.